كابتن شيكابالا أسطورة الأساطير وهو بيزعق لناصر منسي، بيزعق لناصر منسي ليه؟ أسطورة الأساطير أو أسطورة الأهلاوية على دماغنا يا عم شيكابالا، بيزعق لناصر منسي عشان ناصر منسي قال له ما ترجع تدافع معانا يا عم، اضغط معايا يا عم، اضغط معايا يا عم، أنت مش قادر تجري والّا إيه والّا كبرت والّا إيه حكايتك؟ فقال له أنت إزاي تكلم الأسطورة اللي بيخسّر نادي الزمالك بطولات بالطريقة دي، إزاي يعني؟ وزعق له وعنِّفه جامد جدًا في الملعب عشان بيقول له تعالَ ارجع دافع معايا، يا حبيبي أنا شيكابالا، أقف أضيّع ضربات جزاء، آخد واحدة وأكسر وأحطها، فالناس تقعد تهتف باسمي حتى لو الفريق خسر مش مشكلة، هو ده شيكابالا، أنا شيكابالا أسطورة الأساطير. ما اكتفاش بكده بس لأ، ده ناصر منسي بعديها بعد ما اتزعق له واتقل منه قدّام الناس كلّها في أرض الملعب، فناصر منسي برضه عشان عيّل غلبان وما لوش في حاجة رايح يعتذر لأسطورة الأساطير كابتن شيكابالا الجامد ذو حليقة، فكابتن شيكابالا ما رضيش يقبل أسفه. أنت مدرك معايا؟ ما رضيش يقبل أسفه، بل راح له يعتذر له تاني وبرضه كابتن شيكابالا ما رضيش يقبل أسفه. ليه؟ عشان كابتن شيكابالا أسطورة وأخلاق وأسطورة الأساطير وجامد ذو حليقة وما بيرجعش يدافع وما حدش بيدّي له تعليمات عشان هو الكابتن وأجمد لعيب في مصر. سلام.